السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت كلنا نحط اللايك، اللي مش مشترك يشترك في القناة. اللايك دعمكم ليا يا شباب. يلا بينا. امتحانات الثانوية العامة، وزارة التربية والتعليم بتصدر تعليمات صارمة قبل قليل. تعالوا نتعرف على التعليمات اللي الصارمة للطلبة. حطينا اللايك وصلينا على النبي. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر مع بعض. أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي عن طريق المدارس في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية تحذيرات بشأن امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق يوم 12 يونيو القادم. الناس اللي بتقول لك إيه هتتأجل والكلام ده كله كلام لا أساس له من الصحة. بص، ما تسمعش للكلام ده كله. لو نزل والله الدنيا كلها هتتكلم، والأخبار وكل حاجة هتتكلم، هتقول إن تم تأجيل الامتحانات. وأوضحت وزارة التربية والتعليم إن هذه التحذيرات والتعليمات موجهة لطلاب ثالثة ثانوي بشأن امتحانات الثانوية العامة، والتي تتمثل في كتابة بيانات الطالب ورقم جلوسه وتظليله بنفسه على البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية. والتظليل في البابل شيت تظليل كامل وليس جزئي. لازم التظليل يكون، على فكرة بصوا، كل يوم احنا بناخد حاجة جديدة من الوزارة، تعليمات جديدة من الوزارة. في فيديوهين على قناتي مهمين جدا لثالثة ثانوي، يا ريت تسمعوهم، مش هعيدهم تاني، فيا ريت ترجعوا تسمعوهم. طيب، اضافت كمان، يعني ما ينفعش ان انا اظلل كده اي كلام، لا لازم اظلل تظليل كامل. اضافت الوزارة ان ما بين التعليمات ايضا التأكد من تظليل رقم نموذج الاختبار ألف وب وج ود بكل دقة. انت نموذج ألف ولا ب ولا ج ولا د. وفي حالة رغبة الطالب بتغيير اختيارات في البابل شيت في إحدى الأسئلة، يقوم الطالب بوضع علامة إكس على الإجابة المراد تغييرها. نركز يا شباب الله يكرمكم. اللي هيحب يغير الإجابة بعد ما ظلل هيعمل إيه؟ هيعمل إكس على الإجابة المراد تغييرها، ويظلل الإجابة الصحيحة تظليل كامل. تمام كده؟ طيب. كمان وزارة التربية والتعليم أكدت كمان على بعض الأمور، اللي هي إن شاء الله الامتحانات هتكون بإذن الله من المنهج، وهتكون ميسرة للطلبة. كمان وزارة التربية والتعليم قالت ان الامتحانات هتكون واحدة، ولكن السؤال مختلف بين الطالب انت واللي قدامك واللي جنبك، زي ما انتوا اتعودتوا في اولى ثانوي وتانية ثانوي على التابلت. هو هيكون نفس النظام، يعني مثلا رقم 10 عندك هيكون هو رقم 2 عند غيرك. النموذج جيم هيكون عنده رقم مثلا 5 عند النموذج رقم د هيكون مثلا السؤال رقم 9. فهيختلف بين الثلاث نماذج. فهمتوا؟ فربنا يوفقكم ويكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.